هولي شيت نيجا، طريقة هروب من جهنم، طريقة مضمونة احا. لهيك فينا رح نحكي عن هيدا الانسان الغريب اللي هرب من جهنم وراح يعلمنا طريقة الهروب من جهنم. بس المشكلة انه راح يعلمنا طريقة الهروب من جهنم وهو مفكر انه انت بتروح انت وصاحبك تركض تطلع من جهنم بتفوت على الجنة. لا يا حبيبي، هو في عذاب، في عندك امل، في عندك روح، في عندك جهة، في كثير شغلات انت ما بتحسن تضلك بس انه يعني هيك، يعني انت مفكر الشغله واقفه انا خلص. طيب هربت من جهنم، لو وين بدك تروح؟ ما انت ما عندك حسنات كافيه انك تاهلك لحد تفوت على الجنة. تفوت على الجنة يا عزيزي المتابع. بدنا نكون صحصحين شوي. هلا قبل ما نبلش هذا الفيديو حطوا لايك ويلا نبلش. اخوان هذا الانسان غريب بشكل مو طبيعي، انا عرفت شوي لحتى الناس تهدى عنه، صار له سنه ونص تقريبا. طيب يا شباب اذا بتحبوني اشتركوا بالقناه، واذا ما بتحبوني كمان اشتركوا بالقناه، يعني تشتركوا بالقناه. بدنا نوصل 1000 والله. صار يمكن 25 مقطع وبعدنا مو موصلين 1000. يلا يا شباب اشتركوا بالقناه ويلا نبلش. شباب هذا الانسان جدا غريب. هذا انا ما اعرف مشكله اهل المغرب مع الكفر يا اخوان. بدك تدمج كلمتين، تدمج اهل المغرب مع، طبعا مو كل اهل المغرب نحبكم في الزاف، هذه تونسيه. المهم نحبكم، ما راح يفهموا ايش. المهم شباب والله العظيم يعني انا ما اعرف انه يقولوا لك جوز مغربيه، ما اعرف ايش تدللك وحنان وحب. يا اخوان ما يهمني بس انه اتجوز وحده. اول يوم حبيبي الحمد لله نصلي انا وياها، ثاني يوم تلاقيها اعلنت للحال يا بنت الوكش. اوكي شباب، يعني هي المشكله وين؟ ان المشكله صح، وين المشكله؟ صح ليك المشكله. يا اخي الغباء عندي طالع. اوكي شباب اصور المقطع الساعه 1 بالليل وانا راح انجلد بعد ما اصور هذا المقطع، فدعموني بلايك. راح اشوف هذا لانه شباب القناه تنزل لازم تدعموني بلايك. خلونا نشوف المقطع. يا عمي حاط لك انترو 2007 كنت اعمل احسن منه. 2007 انا كنت مولود صار لي سنه. يا عمي اول ما كنت مبلش في اليوتيوب قبل 4 ساعات كنت اعمل اكثر منه. كان اسمي بن حلب. ايه والله العظيم كان اسمي بن حلب، كان اسمي بن حلب لكل شيء. كنت انزل محتوى مايني كرافت وببجي. ايه شو فاكر انا قديم باليوتيوب يا شباب. قبل 4 سنين انا كنت شغال باليوتيوب. اي نعم انا كنت صانع محتوى تافه، ولكن انه انا يعني صانع محتوى من زمان. ورب الكعبه اني كنت اعمل انترو احلى من هيك. خلونا نكمل يا اخي. شفتي العنوان، شفتي المينياتور، عرفتي بالله انك باغي تهرب من جهنم ياك؟ يا اخي انا حافسر للمتابعين. هو قال ان انت دخلت المقطع عشان تهرب من جهنم. يا عزيزي طيب انا دخلت لعندك انت حاطط عنوان طريقه هروب من جهنم مضمونيه، يعني انت حاطط ضمان، يعني انت معك ضمان. يعني مثل اول ما تروح تسحب سياره بيقول لك معها ضمان سنتين. حبيبي ايه سياراتنا يا حبيبي انت حاطط ضمان. طيب انا يعني داخل لعندك، لا والله ما بدي كل ايام بندور، انا بس 2 خصوا اعطيني كبايه شاي. انا ما اعطيني كبايه حليب. يلا نكمل. حتى لو ما بغيتش تدخل الجنة، انا وانت وكنا ما بغيتش ندخلوا الجنة. كنا باغيين ندخلوا الجنة بالجواري، الحور العين، انهار من العسل، انهار من الخمر، الحياة زاهية وقضية. المهم راك عارف داكشي ناشط، كلشي زاهي. حتى لو فرعون ما راح يدخل جهنم، يعني هو ما مو هو راح يدخل جهنم، ولكن لو اذا ما راح يدخل جهنم يا حبيبي هذه نار راح تاكلك، راح تجي الجلد. ورب الكعبه انك تنجلد جلد لو دخلت جهنم. خلونا نكمل. كلشي فرحان كلشي يضحك. حنا كنا بغينا ندخلوا الجنة ياك، ما بغيتش تدخل الجهنم ياك، ما بغيتش تدخل الجهنم. يا اخي بالله عليك لا تعيد علي. لو بدي ادخل جهنم كنت عملت اشياء. اسهل شيء بدك تعمله انك تدخل جهنم يا عزيزي المتابع. اذا بدك تدخل جهنم بس اقطع صلاة. اذا ما بتعمل اي شيء بالحياه، اي شيء بالحياه، بس اقطع صلاه ولا تصوم ولا تصلي وضلك على ابو كفر دينك ربك هيك، ضلك اعمل هيك لحالك جهنم. يا اخي لا تشدد علي ورب الكعبه انه انا ما بدي ادخل جهنم. انا دخلت عندك على الفيديو حتى افوت على الجنه. طريقه الهروب من جهنم يعني انا بروح بركض انا واصحابي، يعني بنروح هيك ركض على المدرسه على جهنم، يعني بنطلع من جهنم. شو انت مفكرها فورتنايت ولا جي تي اي 5؟ يعني ما فهمت. ولا مفكرها ماب باركور ببجي؟ يا اخوان انا تعبت ورب الكعبه اني صار لي ساعه اصور وما جلست تزبط معي شيء. يعني انا انسان، هو انسان غريب مو انا انسان. هو الانسان يا اخي، هو الانسان غريب مو انا الانسان الغريب. خلونا نكمل قبل ما انجلط انا. طيب جبت لك واحد الطريقه ساهله ريغولا. غتكون الطريقه هذه واخا تكون قربت حتى تجيك الجهنم غنخرجك منها. طريقه ساهله بهاد الطريقه هذه كما تيقول المثال. حنا الطريقه هذه غنمشيو بها على حساب هذا المثال هذا، وفهم معايا وروان معايا البلان. كما تيقول المثال الوقايه خير من ياش العلاج. الوقايه خير من العلاج. لذلك شنو هي الوقايه؟ هي العباده. طيب نحن بنعرف انه نحن مسلمين ولازم نصلي. تقول لي الوقايه خير من العلاج. طيب هذا شو خاصه بالدين؟ اول طيب كان فينك تطلع فيديو تقول طريقه هروب من جهنم طريقه مضمونه انك بس تصلي وتبعد عن المحرمات يا ابن اوكي لا جبنا العيد. ولهون يكون صار هذا الفيديو. اعرف انه الفيديو شوي قصير ولكن مشهوريه. ويلا